السلام عليكم. بما ان الجو ساقع قوي، تعالوا بينا النهارده هنعمل كيكه للفطار حلوه جدا هتطلع معاكي هشه. هنعمل مع بعض كيكه اليوسفي بمقادير كلها بسيطه وكلها في البيت عندنا. معاكم اسماء. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الاشتراك علشان توصلك اي فيديوهات هنزلها. تعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. عندي هنا المقادير بتاعتي 3 بيضات، وعندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق يكون منخول كده كويس معاكي، وبعد كده عندي كوبايه من عصير اليوسفي، وعندي هنا كوبايه من السكر، وعندي الفانيليا سايله، وعندي معلقتين كبار من البشر اليوسفي، وعندي نص كوبايه من الزيت، وعندي طبعا البيكنج باودر معلقه كبيره وذره صغيره من الملح. اول حاجه طبعا هنجهز هنا القالب بتاعنا، هندهنه بمعلقه من الزيت بالفرشه بالشكل ده. هتغليه القالب كده كويس بالزيت. طبعا قالب الكيك زي ما انت حابه، ممكن تستخدمي اي نوع قالب عندك كده تمام. بعد كده هنحط هنا رشه من الدقيق وهتغليه في القالب كده كويس علشان الكيكه ما تلزقش معانا. كده خلاص غلفته كده كويس، هنركنه شويه كده على جنب، وهنيجي هنعمل الكيكه بتاعتنا. هنجيب هنا بوله، وهنجهز هنا المضرب بتاعنا. بعد كده هنحط هنا ال3 بيضات، لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنحط هنا كوباية من السكر بتاعنا، لا هو خشن ولا هو ناعم قوي، متوسط. وهنحط هنا معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هنضرب كده كويس بالمضرب لحد ما القوام بتاع البيض والسكر يبقى معانا كريمي. هياخد وقت معاكي شوية بس هيديكي نتيجة حلوة جدا. الخطوة دي بتخلي معانا الكيكة هشة وكمان مرتفعة جدا. هتضربي كده كويس لمدة 10 دقايق. كل ما تضربي فيها اكتر القوام بتاعها بيبقى لونه فاتح وبيديكي قوام تقيل كده تمام. طبعا زي ما اتفقنا تضربي فيها كويس لمدة 10 دقايق هتديكي القوام ده، شايفين؟ بعد كده هننزل هنا بنص كوباية من الزيت، وهنحط هنا بشر اليوسفي. هنضرب كده كويس. حلو جدا. بعد كده هننزل هنا بكوباية من عصير اليوسفي، هنحط شوية شوية، وبكده خلاص هنرفع المضرب. طبعا مش هنستخدمه تاني خلاص كده تمام. بعد كده هنجيب هنا الدقيق، هنحط هنا رشة الملح، وهنحط هنا المعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهتقلبيها كده كويس كده تمام. بعد كده هنجيب هنا المنخل بتاعنا. طبعا الدقيق لازم تنخليه مرتين 3 قبل الاستخدام، وهنحط شوية شوية من الدقيق، وهتقلبيه كده من تحت لفوق. طبعا انا هنا هستخدم المضرب. هتقلبي كده باتجاه واحد، هتحطي شوية شوية وبعد كده تقلبيه كده تمام. كده خلاص خلصت طبعا الكوبايتين ونص من الدقيق. هتقلبيهم كده كويس، ابتدى القوام بتاعها يتقل معايا. بعد كده هنا هنحط هنا معلقة كبيرة من الخل. الخل هنا بيساعد ان الكيكة معانا ترتفع كده تمام. جهزت معانا. وطبعا لنجاح اي وصفة كيك لازم تكوني مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق. هنكون مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. كده خلاص جهزت معانا. هنحطها في القالب الكيك بتاعنا. هتعمليها بالسباتولا تنزلي كل حاجة كده تمام. جهزت معانا. زي ما اتفقنا هندخلها على درجة حرارة 180، هتقعد معاكي ساعة الا ربع او ساعة الا 10، وهتحطيها على الرف في النص وتشغلي المروحة، وهتسيبيها لحد ما تستوي معاكي براحتها، وبعد كده تختبريها بالعود الخلة. وتعالوا نجهز مع بعض صوص هنسقي بيه الكيكة. صوص جميل جدا. عندي هنا معلقة كبيرة ونص من النشا، وعندي هنا ربع كوباية من السكر، وهنحط كوبايتين من عصير اليوسفي، وهنحط هنا ملون غذائي برتقاني.
هتحطي نقطتين كده بس عشان اللون، هتقلبيهم. بعد كده هترفعي الخليط ده على النار لحد ما يتقل معاكي شوية كده تمام. بعد ما تقل معايا شايفين هنسيبه طبعا يبرد تماما، عايزينه ساقع. هنجيب هنا الكيكة بتاعتنا هنختبرها بالعود الخلة. شايفين طلعت سليمة معايا ما فيهاش اي عجينة من الكيك كده، خلاص استوت معانا. طبعا هنسيبها 5 دقايق وبعد كده هنطلعها بعد ما بردت. شايفين هتطلعيها بالشكل ده، شايفين جمالها. بعد كده هنجيب هنا الصوص بتاعنا اللي احنا عملناه طبعا بعد ما برد، هتحطيه على الكيكة بالشكل ده. طبعا ما تكتريش قوي علشان الصوص ده بيطهريها. هتحطيه في طبق التقديم هيبقى معاكي حلو جدا. وبعد كده هنزينها هنا بجوز هند، بيديلها طعم حلو جدا الوصفة دي كده تمام. جهزت معانا. تعالوا نقطع واحدة كده مع بعض. شايفين هشة ومرتفعة وحلوة قوي، تقدميها في الفطار مع احلى كوباية شاي بلبن او سنيك او تحلية بين الوجبات. حرفيا كان طعمها جنان. جربوها بنفس الخطوات ونفس الطريقة وهتطلع معاكي 100% ناجحة. اتمنى يا رب الفيديو يكون استفدتم منه وعجبكم. متبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعلي زر الاشتراك علشان توصلك اي فيديوهات هنزلها. يلا باي.